يا صاحبي لو تعرف ايش يسويه السكر في جسمك وانت مطنش والله لا ترتجف. اسمع، انا ما اتكلم قصص ناس، اتكلم عن نفسي. 14 سنة وانا اقاتل مرض ما يرحم. 14 سنة وانا ادفع ثمن الجهل وثمن عايشين مرة واحدة. من 2014 وانا احس بالاعراض، عطش، صداع، تنميل، لكن كنت جاهل. اقول يمكن تعب، يمكن ارهاق، يمكن ما نمت كويس. انا عارف وضع اليمن، في ناس السكر ياكل لحمهم هم مش دارين، يحسبوا الرقفه برد والالم ارهاق، لين يفتحوا عيونهم يوم ويلقوا انفسهم على سرير مستشفى، والدكتور يقول لهم لو جئت امس كان انقذنا رجلك. وشفت هذا الشيء بعيني، ناس من اقاربي كانوا يمشوا على ارجلهم وبعد كم سنه يمشوا على كرسي. ليش؟ لانهم قالوا الامور طيبه، عادي، اخذ العلاج وخلاص. واكلمك انت الان، ايوه انت اللي تعرف انه معك سكر وتاكل عشوائي وتقول مره ما تضر، والله انها تضرك وتدقك لين ما تخليك تبكي لحالك. مرض اذا زعل منك ما يشتي منك 5 دقائق، يشتي من جسمك قطعه، اصابع، رجل، اعصاب، يا رجل حتى النوم يسرقوا منك. تظن نفسك قوي. اسمع، السكر ما يطيحك فجاه، ويسحبك شوي شوي. يبدا بتنميل، بعدها قرحه، بعدها التهاب، بعدها عمليه، بعدها تجلس تسأل نفسك ليش أنا ما انتبهت من أول. وأنا أقول لك من قلب عاش الخوف 14 سنة، العلاج وحده ما ينقذك. إذا نفسك ما كسرتها، إذا أكلك ما ضبطته، فأنت ماشي برجليك لمكان ما بتخرج منه برجليك. يا جماعة الخير، صحتكم أغلى من شهوة، أغلى من لقمة، أغلى من كلمة عادي. صدقني في ناس دفعوا أرجلهم ثمن لقمة، وأنت الآن قدامك فرصة تنقذ نفسك. أنا وياك يعني، خذها مني. إهمالك اليوم بيكون سبب بكائك بكرة. صحصح الآن قبل ما تصحصح غصبا عنك. سلام.